طيب، بما اننا اتكلمنا عن الكوره، ربنا اراد ان هو يعني يرد لي اللي عملته امبارح. وانا امبارح كنت في حاله كرويه ليست لطيفه، وكتير من اخواننا في النادي الاهلي ما انبسطوش منها. فالنهارده انا شربت من نفس الكاس وبقيت محتاس، علشان بقيت فرجه لكل الناس. وعجبي. والزمالك النهارده يا ولاد بهدلني. فريق اهتم بلا اسنان، بلا فاعليه، بلا رغبه، بلا قدره. تحس انها فرقه مش فاهمه انا جيت منين ورايح فين، انا بعمل ايه، انا عايز ايه، انا مين، انا ازاي. يا جماعه احنا دخل فينا جونين وسط حراسه مشدده. يعني اي لاعب من امبي كان بياخد الكوره ويروح للجون كان في 4 بيحرسوه لغايه اما يدخلها جون، او لغايه اما يشوط جون. يعني اخونا علي فوزي بتاع امبي ده 4 دايما من الزمالك واخدينه كده حرس شرف لغايه اما يجيب الجون ولغايه اما يدخل الجون. هذا نادي بلا فاعليه. انت ما عندكش لعيب قادر على انه يعمل فرق. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه بعتها ومشيتها وجبت لعيبه تانية اقل من العادي، اقل كتير من العادي. في ناس واقفه في الملعب لا دور لها، ليها اسم. يعني يقول لك ايه، سيف فاروق جعفر نزل، اهلا وسهلا. سيف فاروق جعفر بيتحرك، اهلا، يعني شيء عظيم. كابتن مش عارف مين راح يجيب ايه، اهلا. انضاي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء. كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. يا جماعه انت النهارده بتلاعب فرقه نازله درجه تانيه. يعني هو بيناضل من اجل البقاء. ارهاق ايه؟